السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدا الفيديو ديروا لايك وكتبوا لي في التعليق واش كتستعملوا الحلبة ولا لا. دابا خليكم معايا حيت غادي نهضروا على واحد الحاجة راه كاينة في كل دار مغربية تقريبا، ولكن القليل اللي عارف القوة ديالها. كنهضروا على الحلبة. واش عارفين ان الحلبة كتستعمل من آلاف السنين؟ واش عارفين انها كانت كتستعمل في الطب التقليدي او الطب الشعبي وفي الجمال وحتى في التسمين؟ تبعوا معايا باش نعرفوا هادشي كامل. ولكن الا تستعملات غلط راه تقدر دير نتائج عكسيه. خليك معايا حتى الاخير باش نعرفوا كيفاش نستعملوها بطريقه صحيحه وامنه. اولا شنو هي الحلبه؟ الحلبه هي نبته طبيعيه، حبات صوفر كنلقاوها عند العطار، رخيصه ولكن الفوائد ديالها كبيره بزاف. المغاربه زمان كانوا كيستعملوها للضعف، للبرد، كتستعملها المراه في حاله النفاس والتسمين ديال الجسم. واليوم حتى العلم بدا كيهضر عليها وعلى الفوائد ديالها. الحلبة عندها فوائد بزاف على الجسم والصحة. الحلبة كتعاون بزاف ديال الحوايج بحال فتح الشهية، تقوية الجسم ورفع الطاقة، تحسين الهضم، تخفيف الإمساك وتقوية المناعة. وحتى الناس اللي عندهم فقر الدم الحلبة كتعاون في الأنيميا ونقص الحديد، ولكن خصنا نعرفوا كيفاش وشحال نستعملوها. الحلبة استعملوها الناس على مر العصور في التسمين. ودابا نجاوبوا على السؤال اللي كيسولوه بزاف ديال الناس: واش بصح الحلبة كتسمم؟ الجواب هو نعم، ولكن بشرط. الحلبة كتفتح الشهية، يعني الا شربتيها وبقيتي ما كتاكلش ما غادي دير ليك والو. اما الا خديتي ملعقه صغيره ديال الحلبة مطحونه مع كاس ديال الحليب دافي وملعقه ديال العسل الحر، غتشربها في الصباح على الريق من مره حتى جوج مرات في اليوم مع اكل صحي ومداومه، النتيجه كتبان من 2 حتى 3 الاسابيع. الحلبة استعملوها بزاف ديال النساء بالنسبه للجمال والبشره. الحلبة راها كنز طبيعي للجمال، كتعاون على نضاره البشره، توحيد اللون، تقليل من الحبوب ونعومه الوجه. فقط الا استعملتي ملعقه ديال الحلبة مطحونه مع ملعقه ديال الماء ورد وشويه ديال الحليب، خلطيهم، حطي الماسك على وجهك 15 دقيقه وغسلي من بعد بماء دافي، والنتيجه راه تكون جيده وجيده جدا. استعمليها غير مره واحده في الاسبوع وغادي تشوفي الفرق. الحلبة مفيده ومفيده بزاف للشعر. الا كان عندك تساقط الشعر، ضعف في الزغبه وشعر خفيف، الحلبة راه غاديه تعجبك وتفيدك بزاف. فزقي الحلبة في الماء مده ديال الليله كامله، طحنيها، ديريها على الشعر من الجذور حتى الاطراف وخليها لمده 20 دقيقه. من بعد غسليها بالماء دافي، غسلي شعرك بالماء دافي، كتقوي الشعر وكتعطيه لمعان طبيعي. الحلبة ايضا كتعالج العديد من المشاكل الصحيه بحال الام المعده، القولون، الزكام والسعال الخفيف. فقط الا خدينا ملعقه ديال الحلبة غليناها في كاس ديال الماء وكنشربوا داك الكاس مره واحده في النهار. ولكن راه مهم بزاف بالنسبه للناس الحوامل، مرضى السكري، اللي عندهم الضغط، يستشيروا الطبيب قبل من الاستعمال ديالها. الحلبة عندها فوائد كثيره، ولكن بزاف ديال الناس كيديروا هاد الاخطاء: كيشربوا الحلبة بكثره، كياخدوها شهور بلا توقف، وكيمزجوها مع اعشاب اخرى بلا معرفه. والنتيجه من طبيعه الحال كتكون صداع، ريحه قويه في العرق واضطراب في المعده. راه ضروري الاستعمال المعقول كيعطي جسمك توازن وصحه جيده. الحلبة عشبة طبيعيه رخيصه وفعاله، ولكن خصها الاعتدال والطريقه الصحيحه. وإلا عجبك الفيديو دير لايك، سبسكرايب باش توصلك الفيديوهات الجايه، وكتب لي في التعليقات شنو الموضوع اللي بغيتيني نهضر لك عليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.